صباح الخير. احنا طبعا مش صباح الخير قوي يعني علشان خاطر الساعة دلوقتي يجي لها 3 ونص العصر كده. انا والله اسف ان انا بتأخر في الفيديوهات. بس زي ما قلت لك، انا بصارع نفسي والله عشان خاطر ان انا اصور وكلام من ده كله. كل يوم في صراع يعني مع نفسي. ف المهم يعني يعني نصيحة من اخوك يوسف، يعني نصيحة من اخوك. لو انت عايز تعمل اي حاجة قوم اعملها دلوقتي، فاهم؟ ما تستناش. وانا حاليا بقى اول مرة ان انا اكون نازل بالكاميرا كده، واللي هو عادي بقى مش فارق معايا بقى، اللي يشوف واللي يشوفني وانا ماسك البتاع يشوف. مش فارقة كتير يعني. فمش عارف اصلا انا باين ولا مش باين ولا ايه دنيتي. انا كده باين صح؟ المفروض ان انا كده باين يعني. فمش عارف برضو. المهم انا راح اجيب شوية طلبات كده من المحل، من السوبر ماركت اللي هناك ده واما اروح كده في شويه حاجات برضه. البلكونه بتاعتي ما دخلتهاش بقالي فتره كبيره، وتلاقيها ان هي بقى مش نظيفه وكلام من ده كله. والدنيا بايظه خالص يعني. فانا ناوي ان شاء الله ان انا استنى اما اظهر بس الاول كده يا واد يا يوسف. كده تمام صح؟ فالمفروض ان انا هنضف دلوقتي البلكونه وعايز ازرع شويه نعناع كده، فتدي ريحه حلوه كده وانا قاعد في البلكونه، يعني تبقى حاجه لطيفه يعني. فقشطه، فانا هنزل دلوقتي عشان اقطع شويه نعناع من الجذور عشان خاطر ان احنا نزرعها. فنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا كنت بقول لك لو عايز تعمل اي حاجه تعملها وما تستناش، ما تستناش حرفيا لاي وقت، لان كان حصل موقف قبل كده. كان في حد تعبان في بلدنا وكده، وبابا كان بيقول لي ان هو عايز يروح يزوره وكده. فقام قايل لي هروح له بكره على عشان خاطر السوق كان تاني يوم، وقال لي عشان خاطر ان هو يجيب له شويه حاجات كده، حاجات هو بيحبها وكده يعني. ف فقلت له خلاص تمام. تاني يوم الراجل ده توفاه الله، يعني ربنا يرحمه. ف... فبس حاول، ما يعني انت فاهمني، اللي هو ما تاجلش. مثلا لو انت عايز تعمل اي حاجه اعملها في نفس اليوم، عاوز تقول لحد اي حاجه قولها له برضك يعني على طول، ما تستناش لتاني يوم. نفسك تقول لحد ان انت يعني واحد صاحبك يعني عزيز عليك، وعايز تقول له ان هو عزيز عليك، فقول له فاهم؟ عايز تعمل اي حاجه اعملها. ف لسه كنت بتفرج اصلا على ابو زيد، احمد ابو زيد. يعني انا مبسوط قوي بالفلوجات اللي هو بيعملها الصراحه يعني. فلا مبسوط منها قوي يعني. انا بقى بتفرج وانا مستمتع، اللي هو اللي هو شجعني اصلا ان انا اقوم اصور يعني، فاهمني؟ بنطلع من الجذور اهو عشان خاطر بس اللي هو نزرعها من الجذوره. شويه نعناع لطاف يعني. بس ونطلع بقى نشوف مكان حلو كده نزرعهم فوق، وبعد كده نزرعهم يعني. الحب في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاءه رجل قال يا رسول الله إني أحب فلان، قال هل أخبرته؟ قال لا. قال قم فأخبره. مش علاقتي أن تقول لي أنا، قم فأخبره. الحب في القلب كالعطر في زجاجته، لا قيمة له إلا عند انتشاره. ده بقى بعد ما نظفت البلكونه واللي هو بقى ظبطتها كده علشان خاطر ان انا ابدا ان انا اقعد في البلكونه كده، لان طول الوقت انا قاعد في الاوضه بتاعتي وحاسس ان انا اللي هو انا كنت عاوز اكلمك في حاجه صغيره كده. الناس اللي هتغترب، والناس اللي هتروح اماكن بعيده عن اهلها وكلام من ده كله، خليك عند ثقه اهلك فيك يعني بجد والله. انت كبنت مثلا زي ما كنت بتحترمي اهلك كنت قريبه منهم، فاحترمي اهلك وانت بعيد عنهم ايا يكن بقى. يعني حرفيا انت هتقابلي بنات هناك اشكال والوان لما تروحي الجامعه اللي انت رايحاها او في المكان اللي انت هتروحيه ايا يكن مين ورايح فين. ذاكر، تعمل اللي عليك طبعا علشان خاطر يعني اهلك قاعدين بيحاولوا ان هم يجيبوا فلوس ويبعتوا لك وما اعرفش ايه ده كله، فانت لازم
لازم حرفيا انك تعمل بده. انا في اوقات كتير لما كنت بكون قاعد بذاكر والاقي نفسي ان انا مثلا بدات ان انا اقصر او ما بذاكرش، انت عارف انا كنت بعمل ايه؟ بقول يا واد يا يوسف، انت افتكر لحظه ما انت كنت بتاخد فلوس الجامعه من ابوك، والله العظيم بجد كنت بفكر كده، اللي هو انت كنت بتاخد فلوس الجامعه من ابوك وابوك قاعد بيتصرف لك فيها ويستلف ويجي يمين وشمال وانت تروح ما تذاكرش. لا لا لا، مش هيحصل مش هيحصل. وبقيت ان انا بسبب السبب ده بقيت ان انا اذاكر اكتر، فاهم قصدي ازاي؟ فاللي هو انت في المكان اللي انت هتروحه احترم اهلك، ذاكر واعمل اللي عليك، اوعى تقصر، ما تعملش حاجه غلط لان اهلك واثقين فيك، فخليك عند الثقه دي حرفيا. اذان العشاء بيأذن، الله اكبر الله اكبر. المهم هكمل الفيديو بعد صلاه العشاء ان شاء الله. وتعمل كلها في سكه 5 دقايق يعني. لا يا باشا ما ينفعش الكلام ده. وجيت لك تاني، رجعت لك تاني. كنت قاعد بتفرج على الباشمهندس ابو زيد، فبسم الله ما شاء الله انا بحبه جدا. انا لاحظت ان هو في خلال كام يوم بس قاعد ينزل فلوجات، وصل الفلوج رقم 6. انا مبسوط قاعد بتفرج والله، وانا مبسوط جدا يعني. انا قلت لك الكلام ده في اول الفيديو، ولكن انا دلوقتي لقيته ان هو منزل فيديو تاني يعني، فكنت قاعد بتفرج عليه. انا كنت عايز اكلمك في حاجه تانية، وهي ان انا كنت قريب يعني موقف حصل معايا، ان انا كنت عمتي شفتها فبسلم عليها فبصت ايديها كالعاده يعني احتراما لعمتي، فلقيتها بتقول لي ما عادش تبوس ايدي انت بقيت دكتور. فاللي هو قلت لها يا عمه دكتور على نفسي. انت فاهم قصدي ازاي؟ بجد والله يعني ايه يعني دكتور؟ يعني ايه يعني مهندس؟ يعني ايه يعني اصلا ان يقول لك انا ظابط؟ يعني ايه ده انا معايا فلوس، ده انا غني، ده انا عندي كذا وكذا. ايوه يعني ايه؟ تعالى بس اما نقوم نكمل كلام جوه في البلكونه يعني. انا مش منضفها عشان اقعد في الاوضه يعني الصراحه. المهم استنى بس اما اثبت البتاع الستاند كده زي الفل يعني ان شاء الله. اتمنى ان انا اكون استنى كده مظبط الزوم بتاع تمام زي الفل. المهم يعني يعني انا بحس ان الواحد المفروض ان هو يتعامل اللي هو طبيعي، يتعامل مع طبيعي مع الناس، ايا يكن اللي قدامك ده متعلم او مش متعلم او الكلام من ده كله. مثلا ده في كليه كذا، احنا كلنا زي بعض بجد والله العظيم، احنا كلنا زي بعض. ليه ان الواحد ده بشوف ناس كده بتتكبر، اللي هو اول ما بقى دكتور مثلا اللي هو بدا يتكبر على الناس وما يردش على ده وما يعملش وما اعرفش ايه. انت مين؟ بجد والله انت مين؟ يعني الواحد بيبقى اللي هو حرفيا وهو بيتعامل مع المرضى بيصاحبهم ما بيبصش لفرق اي حاجه، ولا ببص ان انا دكتور وهو مثلا ده انا الدكتور وهو البيشنت والكلام من ده كله. لا خالص، انا ببقى واخد الشخص اللي قدامي ده ان هو صديقي بجد والله العظيم، وان هو صاحبي وحبيبي وكل حاجه. فبس اي حد صغير كبير، مش معنى انك كبير برضو انك تعامل الصغير ما اعرفش ايه، لا عامله كانه صاحبك، عامل كل حلو والله العظيم. فمفيش حد واخد معاه حاجه يعني. انت مش هتتحاسب بكليتك على فكره يعني. احنا كلنا هنبقى في قبر في قبور كده جنب بعض، بلاش انك تتكبر يعني. الله المعين. فبس انا مش عايز اطول الفيديو عن كده يعني الصراحه، علشان خاطر كفايه يعني، عشان ما تكونش زهقت مني يعني. المهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشوفك بقى في الفيديوهات الجايه ان شاء الله يعني. اما اروح القاهره على فكره هيبقى عندي يعني، هتلاقيني بصور كتير وبصور وكده يعني. وبس لو في اي سؤال او في اي حاجه عايز تكتبها اكتبها لي في التعليقات، وانا ان شاء الله في الفيديوهات اللي انا هعملها هرد عليك. اتمنى الفيديو ده يتشاف، مش زي الفيديوهات اللي فاتت اللي ما اتشافتش عموما يعني. وكفايه كده يعني.